يا ترى إيه أول صورة بتيجي في بالكم لما تسمعوا خدمة المرأة؟ كتير مننا ممكن يتخيل قعدة شاي لطيفة أو حفلة ورد، لكن الكتاب ده هيورينا الصورة أعمق وأقوى بكتير. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيك في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. أول نقطة أساسية بيأكد عليها الكتاب ده هي إن خدمة المرأة الفعالة متأصلة في كلمة الله ومركزها مجد المسيح. كلمة الله مش مجرد كتاب عن ربنا، دي أقوال ربنا نفسه لينا، هي حية وفعالة وبتجيب حياة، زي ما يسوع قال لعازر هلم خارجا فقام من الموت للحياة. انظروا إنه حي حقاً. بالظبط. تاني حاجة بيوضحها الكتاب إن ربنا خلق الرجل والمرأة على صورته بأدوار متميزة ومكملة لبعضها. خدمة المرأة بتزدهر جوه الكنيسة المحلية وبتقوم على التزام متبادل بكلمة الله وبعضنا البعض. الكتاب بيشجع جدا على نموذج تيتس 2 اللي هو إن الأخوات الأكبر سنا الناضجات روحيا يدربوا الأخوات الأصغر في الإيمان على القداسة والحياة بحسب كلمة الله. ورابع نقطة هي إن دراسة كلمة ربنا بتغذي غيرتنا للكرازة بالإنجيل للعالم كله. لو حابب تتعمق أكتر وتكتشف كنوز الكتاب ده بنفسك، ننصحك تبدأ بالفصول دي. أول حاجة الكلمة في المركز، هتفهم ليه كلمة ربنا هي قوة كل خدمة. تاني حاجة ما تقوله الكلمة عن المرأة. تالت حاجة الكنيسة المحلية، إيجاد المكان الملائم لينا، هتعرف أهمية خدمتك في كنيستك. رابع حاجة الكمال الجنسي، هيساعدك تواجه التحديات دي بالحق والرحمة. وكمان في رابط ل AI تقدر تسأله عن أي حاجة في محتوى الكتاب ده ويرد عليك. يعني مثلا ممكن تسأله إزاي أقدر أقدم الإنجيل لنساء من ثقافات مختلفة في الخدمة، أو إيه هي مؤهلات المرأة اللي بتدرب أخوات أصغر في الإيمان. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك يا ريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.